السلام عليكم. فيديو النهارده مميز جدا. هنعمل ألذ كيكه برتقان. الشتاء ما ينفعش يعدي كده من غير ما نعملش كيكه البرتقان فيه. كيكه البرتقان من ألذ الكيكات اللي بتتعمل في فصل الشتاء. ما ينفعش ما تتعملش، بجد طعم وريحه ولون، بجد قوام. بصي يعني فوق الخيال بشويه. شايفين اللون؟ شايفين الكيك عامل معايا ازاي؟ بجد هقولك على كل الطريقه اللي تنجح معاك الكيك من اول مره لو لسه مبتدئه، وهقولك المقادير بالجرام والكوبايه، وهسيب لك كل حاجه في صندوق الوصف. طبعا شايفين اللون. اول حاجه يا ست الكل، انا معايا هنا 3 حبات من البيض، 3 حبات من البيض بدرجه حراره المطبخ او بدرجه حراره الغرفه. بعد كده بنزل بكوبايه ونص من السكر، 350 جرام من السكر. بقلبهم كويس جدا لغايه اما القوام يبقى كريمي فاتح خالص، لغايه اما تحس ان السكر داب. ممكن الكلام ده كله تحطيه في الخلاط وتضرب الكيك بتاعك في الخلاط، بس انا حبيت ان انا اعملها بالمضرب اليدوي، علشان طبعا امهاتنا زمان ما كانتش ولا بتضرب في خلاط ولا اي حاجه، كانت بتشتغل بايديها. فاحنا عايزين يعني نرجع نفسنا للطفوله، الكيك اللي كنا بنشمه. الكيك ده مقاديره معتمده ومظبوطه من سنين السنين. بعد كده بنزل بكوبايه عصير برتقال. الكوبايه هنا طبعا اللي بستخدمها هي نفس المعايير، معايير واحده موحده، بتاخد 220 جرام من السوائل. بعد كده بنزل بكوبايه من الزيت، وبقلب كل المكونات مع بعضها بالشكل دوت. بعد كده بنزل بباكت من الفانيليا. لو مش حابه ان انت تنزلي، انا نزلت هنا بفانيليا برتقال. تقدري تحطي فانيليا عادي او تحطي بشر برتقال لو انت حابه. بقلبهم كويس جدا مع بعض. بعد كده هبتدي ان انا اجهز المواد الجافه بتاعتي. وطبعا هنا المواد الجافه بتاعتي معايا كوبايتين ونص من الدقيق، 380 جرام، ومعايا هنا 60 جرام من النشا، معلقتين كبار، ومعايا 16 جرام من بيكنج باودر او خميره الحلويات او الكيك شيف، ومعايا هنا 4 جرام من الملح او رشه ملح. بقلبهم كويس جدا مع بعض. طبعا الدقيق نخلينه قبل ما نشتغل مرتين، وهنخله المره الثالثه معاكم. بحاول ارفع ايديا كده وانا بدخل الدقيق، علشان طبعا حبيبات الدقيق بتاعتنا يدخل فيها هواء، علشان الدقيق بتاعنا يبقى كده داخل في حبيباته هواء. الكيك بتاعك يطلع خفيف وهش، ويطلع مش مكتوم، ولا الكيكه تعجن منك. طبعا قبل ما بشتغل في الكيك خالص بيكون مشغله الفرن على درجه حراره 180 قبلها ب10 دقايق، ومجهزه الفرن بتاعي، علشان طبعا اول ما بخلص الكيك بدخله الفرن على طول. مدة تسوية الكيك من 40 ل45 دقيقة. ما بفتحش الفرن قبل تلت ساعة. لو فتحت الفرن قبل تلت ساعة الكيك هيهبط منك ومش هيرتفع منك. بفضل اقلب كده في المكونات الجافة معايا في الخليط كده لغاية اما القوام بتاعي ولا هو تقيل قوي ولا هو خفيف قوي، لغاية بصي اي تكتلات او اي دقيق يدخل كله في الخليط بتاعي، ما يبقاش فيه اي رواسب من الدقيق. بعد ما بخلص طبعا بجيب الاسبتيوله بتاعتي وابتدي ان انا الم الاحرف بتاعت البوله كده، علشان لو في اي ترسبات دقيق اشيلها. زي ما انت شايفه كده بلم الجناب بتاعت البوله بتاعتي كده ومن تحت لفوق كده، علشان لو في اي دقيق اي ترسبات من الدقيق على نفس الاتجاه، علشان ما اخرجش الهواء اللي انا دخلته. بعد كده بنزل بمعلقه خل 14 جرام، خل ابيض اللي هو خل طعام. شغالة تقليب كده على نفس الاتجاه. بعد ما بخلص خالص بركن الخليط بتاعي دوت، وبجيب الصينية بتاعتي بقى علشان ابطنها. خلاص هو كده القوام بتاعي بقى مظبوط 100%، والخليط بقى كويس جدا. اركنها بقى واجيب الصينية بتاعتي. هنا المقادير اللي معايا لمقاس صينية 26. بجيب دهنة من الزيت كده وابتدي ان انا ادهنها كويس جدا. بعد كده ببطنها بالدقيق، وانتي بتبطنيها بالدقيق بطنيها من الاحرف كويس جدا. وبعد كده ابتدي ان انت تنفضيها علشان ما يبقاش فيها اي ترسبات دقيق، علشان طبعا ما يلزقش في الكيك بتاعنا. حاولي ان انت تبطنيها من الجوانب كويس ومن الاحرف، علشان الكيك بتاعك ما يلزقش ويطلع معاكي على طول. من الخطوات اللي بتنجح الكيك بتاعك ان انت اول ما الكيك يستوي ما تطلعوش من الفرن على طول.
بتسيبيه بعد التسوية 10 دقايق في الفرن، وانت طافية النار علشان يطلع براحته كده، الكيك يهدى جوه الفرن، عشان لو طلعتيه من الفرن على طول على الرخامة هتبص تلاقي الكيك بتاعك هبط منك. لا، احنا بنسيبه بعدها 10 دقايق بس، وبعد كده تطلعيه من الفرن 10 دقايق، بنطفي الفرن ونسيبه 10 دقايق. طبعا انا صبيت الخليط في الصينية بتاعتي، ببتدي ان انا اخبط خبطتين كده علشان اخرج الهواء، اي هوا جوه الخليط بتاعي، علشان طبعا الكيكة ما ترتفعش من حتة وتبقى واطية من حتة. طبعا هجيب صاج، انا هنا حط في صينية بايركس، انت تقدري انت تحطي في صينية الومنيوم، مفيش اي مشكلة. والالومنيوم كمان بيطلع الكيكات يعني تحفة ما شاء الله، لون وشكل يعني ما اقولكشوش يعني، بجد لون حلو جدا. طبعا انا هدخلها الفرن زي ما اتفقنا، هدخلها الفرن هنا على درجة حرارة 180، هتقعد من 40 ل45 دقيقة. طبعا ده لون الكيك بتاعي، اول ما بترتفع وتلاقيها ما اخدتش لون من تحت من فوق، بتبتدي تشغل عليها الشواية. بس انا اخدت معايا اللون ده من تحت ومن فوق، واختبرتها بخلة، وطبعا شايفين اللون بتاعها حلو جدا، مش محتاج كلام. هبتدي ان انا اقطعها، وزي ما اتفقنا وتعودنا انا بسيبها بعد التسوية 10 دقايق في الفرن، لغاية ما الكيك بتاعي يبدأ يهدى كده معايا، وابتدي ان انا اطلعه من الفرن، علشان طبعا الكيك بتاعي يبقى متساوي، مفيهوش حتة عالية وحتة واطية، والكيك بتاعي ما يهبطش مني. بجد شايفين الكيك بتاعي، والله العظيم مش محتاج كلام، هو بيتكلم عن نفسه. بجد ما شاء الله، ريحة بجد تحفة. شايفين بتتقطع معايا بمنتهى السهولة، التسوية بتاعتها 10/10. ما اخدتش مني يعني حاجات كتير. بجد كيكة حلوة جدا، ما ينفعش فصل الشتاء يعدي علينا من غير ما نعملش كيكة البرتقال. واخدة لون من الظهر ومن الوش، لون تحفة جدا ما شاء الله. طبعا شايفين الكيك بتاعي لسه سخن، شايفين الكيك مفرغ معايا ازاي. الكيك لو مش معجن ولا اي حاجة، محتاجناش اي لبن، هي كوباية العصير بس. شايفين منظر الكيك بتاعنا ما شاء الله، حاجة كده تحفة بجد. طبعا دي مقادير مظبوطة 100%، معتمدة عليها بقالي سنين. طبعا هسيب لكم كل المقادير بالجرام والكوباية في صندوق الوصف، عشان لو حابة ان انت تمشي بالجرام وبالكوباية، يعني لو انت حابة تمشي بمقاديرك بالجرام بالميزان هتلاقي المقادير موجودة لك. لو انت حابة ان انت تعايري بالكوباية برضك هتلاقي المعيار بتاعك يكون موحد كل اللي هتستخدميه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في الشير واللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد.